عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الاهلي بيفوض توفيق محمد لاعب انبي لاعب بتروجيت، وبيفوض محمد حمدي لاعب انبي المعار للزمالك. طبعا بعد كابتن ايمن الشريعة قال لا مش هنجدد له. فطبعا خلاص توفيق محمد ومحمد حمدي واحد منهم هتشوفه في كأس العالم مع النادي الاهلي. وطبعا امام عاشور بيجي له عرض من نادي نيوم السعودي، الشباب السعودي، القادسيه السعودي. وطبعا السعوديه بتدفع، يعني السعوديه حدث ولا حرج يعني. السعوديه جابت ماني وجابت كريستيانو وجابت فيرمينيو وجابت ريتيتش وجابت نجوم. فطبعا جاي عروض لامام، وامام الاهلي متمسك بامام طبعا لحد بعد كاس العالم. بعد كاس العالم لو قدر ينجحوا في محمد بن رمضان النجم التونسي، يبقى ما هيبقى موجود، هيبيعوا امام عاشور. مش موجود محمد بن رمضان، يبقى مش هيقدر يطلعوا امام عاشور. طبعا خلاص كابتن محمود الخطيب بيتصل بجوميز المدرب الفتح السعودي، مستني لقاء صن داونز العوده. لقاء صن داونز العوده هو اللي هيحدد مصير جوميز ومصير كولار. لو قدر يصعد بقى للنهائي وخلاص هيكمل معاهم في كأس العالم. ما قدرش خلاص يبقى جوميز هيكون هو الموجود، لان لو فاز خلاص يبقى داخل عليه ماتش النهائي مع بيراميدز او اورلاند. فهيعمل دربكه في النادي. مش هيلحق يستعد، المدرب اللي هيجي مش هيلحق يتعرف على الفريق، مش هيلحق يستعد كويس لبيراميدز او للماتش، ماتش كأس العالم. وكمان الشركة اللي ماسكة كأس العالم عايزة تجيب بقى ايه زي اعلان كده، ميسي مع افتتاحية كده، تبقى ميسي مثلا في نادي انتر ميامي وكريستيانو مثلا في الاهلي. فعايزة تدعم الاهلي بصفقة، يعني لو اعلان، لو خدت جنيه هتاخد 10، لو دفع الجنيه هتاخد 10 من الاعلان. فطبعا ممكن نشوف الموضوع ده، ممكن نشوف عالمي يكون موجود في كأس العالم مع النادي الأهلي. فكل التوفيق طبعا للنادي الأهلي، وطبعا بالنجم الكبير النجم محمد النني مع الجزيرة الإماراتي بيحصد كأس الإمارات بعد الفوز على شباب الأهلي 2-1. وكمان اللاعب الخلوق المحترم محمد النني بيسألوه في المؤتمر انت بتلعب مكان مش مكانك، والمدرب بيغير مكانك. قال له ما انا تحت امر المدرب. المدرب لو قال لي اقف جون هقف جون، حطني في اي مكان هلعب فيه وهقدر اجيد فيه ان شاء الله. فمحدش يتكلم في الاعلام عندنا على محمد النني ولا لا. لكن احنا زيزو راح، زيزو جه، زيزو نام، زيزو قاعد، زيزو ما عندناش الا زيزو. دخلنا في شهر دلوقتي ما فيش الا زيزو. زيزو راح، زيزو جه، زيزو كل ايه وشرب ايه ونام، زيزو ماشي هو وبنته، زيزو ما عندناش الا زيزو. فطبعا كل التوفيق للاعيبه المحترفه. كمان مصطفى محمد بيحرز هدف مع نانت الفرنسي، هدف جميل. وطبعا رفض العوده خلاص مصر. كمان عمر مرموش بقيادته كده تحت مع مانشستر سيتي بيفوزوا على ايفرتون 2-0. كمان محمد صلاح بيستعد استعداد تام، خلاص عنده جولتين او 3 ويحصد اللقب الدوري الانجليزي. ارقام وتاريخ لمحمد صلاح مع ليفربول، ارقام وتاريخ يعني حدث ولا حرج. محمد صلاح عمل كل حاجه مع ليفربول. كل التوفيق طبعا لمحمد صلاح، وكل التوفيق للفرقه المصريه. كمان خلاص الاهلي بيستعد بقى استعداد تام كده لماتش صن داونز لقاء العوده. وطبعا بيراميدز بيستعد استعداد تام للقاء العوده. واتمنى من جمهور الاهلي والزمالك يحضر لو 10,000 في استاد الملعب لازرو بيراميدز، لان طبعا بيراميدز ملهاش جمهور. لما يكونوا في 10,000 هيفرقوا قوي مع لعيبه بيراميدز. ونشوف النهائي كده مصري خالص. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول لك انا هيجي لي غيبوبه لو حصل حوار نفس اللي حصل في 2020 في 2020 بايه، لو بيراميدز فاز بالبطوله. يعني لو بيراميدز فاز بالبطوله ده كده يعني حدث ولا حرج.
فكابتن سيد عبد الحفيظ بيطلع علينا بحاجات كده يعني. وكل التوفيق لنادي بيراميدز وكل التوفيق للنادي الاهلي، ونشوف فريق في ماتش كده ومباراه كده ان شاء الله تليق بالكره المصريه. الكره المصريه في غيبوبه من زمن، يعني من 2010 كده، مش شايفين المنتخب المصري. فاحنا عايزين المنتخب المصري، مش عايزين نحط ركن على المحترفين. عايزين نشوف الاقاليم، وعايزين نشوف تطور في الكره المصريه. عايزين نشوف كل فريق كده بياخد حقه. وكل التوفيق للفرق المصريه ان شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك.